يلا بينا مع بعض نشوف الفراخ المشوية اللي هنعملها النهاردة. دول عبارة عن 5 فصوص من الثوم مهروسين، عليهم ملح، معلقة صغيرة، بضيف عليهم كزبرة ناشفة لأن أنا بحب الكزبرة الناشفة على كل الأكلات، لأنها أولا بتنزل مية الزايدة اللي في جسمنا، وكمان بتساعد على نزول الوزن، ومهمة جدا لعسر الهضم. وبضيف كمان شوية من الفلفل الأسود، وبضيف واحدة من ماجي اللي هو بتاعة الخضار. دي حاجة مميزة أنا بعملها على طريقتي. وببدأ أضيف كمان شوية من زيت الزيتون، حوالي معلقتين كبار، وده طبعا حسب كمية الفراخ اللي هتعمليها. وبضيف كمان شوية من الزعتر الجبلي أو الزعتر الفريش. ده حلو، بيدي طعم حلو جدا للفراخ. والتتبيلة النهاردة تتبيلة الفراخ بالزعتر. طبعا بضيف معلقة كبيرة من بهارات المشكلة أو بهارات الفراخ، بتديها طعم حلو. بقلب كل الخليط ده كله مع بعضه، ببدأ أضيف فيه الفراخ بتكون متقطعة شرايح رفيعة متوسطة إلى حد ما عشان ما تتحرقش مني أثناء الشاي. وبعد كده ببدأ أقلبها كويس جدا في التتبيلة دي، وأسيبها ربع ساعة في التلاجة، ولو أكتر هتدي نتيجة أحلى. وببدأ بعد كده أكون مسخنة الشواية، بحط عليها على طول الفراخ، بتاخد صدمة عشان خاطر لو حطيتها على درجة حرارة منخفضة بتبدأ تنزل كل المية اللي جواها وتبدأ تنشف. زي ما انتم شايفين انا بسيبها لحد لما بتاخد لون من تحت، وبعد كده ببدأ ان انا اقلبها على الجنب التاني. وطبعا كل ما انا واقفة بقلبها عشان خاطر ما تتحرقش مني، لانها بتكون رقيقة جدا، مش محتاجة ابدا انها تقعد كمية كبيرة على النار. زي ما انتم شايفين انا بقلب الفراخ بالمنظر ده، وبعد كده ببدأ ان انا اقدمها في طبق التقديم. وخلاص كده بدأت تاخد اللون الحلو الجميل ده. هبدأ بعد كده احطها في طبق التقديم، واقدمها كوجبة للغداء او كوجبة للعشاء، او ممكن نعملها لاولادنا لو هم رايحين رحلة، او في اي مناسبة في عيد ميلاد ممكن نعملها في السندوتشات. جميلة. وممكن كمان نضيف لها فحمة لو عايزين نزود يعني ريحة الفحم، ولكن هي بتطلع في منتهى الجمال زي ما حضراتكم شايفين. ان شاء الله تنال اعجابكم طريقتي، وطريقة التتبيلة نفسها جميلة جدا، هتدي طعم حلو جدا للفراخ. جربوها وعلى مسؤوليتي، وان شاء الله تنال اعجابكم.